السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة بقى نعمل الغدا مع بعض. هنعمل غدوة حلوة قوي بما اننا اول الاسبوع يوم السبت، فلازم نعمل بقى ايه طبخة محترمة كده واكلة حلوة نبدأ بيها الاسبوع بتاعنا. ويا سلام بقى لو انتي معوداهم في البيت ان تاني يوم هناكل من نفس الاكلة دي، بتبقى حاجة مريحة بصراحة وبتوفر في الوقت. اما بقى لو بتحبوا الاكل طازه بطازه، فدي حاجه بتبقى مرهقه شويه، انا عارفه لكل وقفه المطبخ كل يوم. بس اقول لكم على حاجه، هي بتبقى على قلبنا زي العسل مادام هما بيحبوا كده نعمل اللي بيحبوه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنعمل احلى اكله، بس ما تنسوش تحطوا لايك، هتعجبكم جدا بتكات كده معينه. لو عملتيها هتفرق معاكي كتير. اول حاجه بقى معايا حله على النار، نزلت فيها بمعلقه صغيره من السمنه، سمنه بلدي او سمنه عاديه مفيش مشكله. ونزلت باللحمه بتاعتي بعد ما السمنه سخنت كويس قوي، علشان خاطر كده اديها صدمه واشوحها حلو قوي. وبعد كده نزلت ببصلايه وسط سليمه، انا ما بقطعش البصل علشان خاطر الشوربه بتاعتي تبقى صافيه وطعمها حلو، ما تبقاش كده فيها البصل كده مبشور. ولازم نصفيها كل شويه، انا بحبهاش، بحبها صافيه. وبعد كده نزلت برشة صغيرة كده من الفلفل الأسود وخمس فصوص من الحبهان. تبقي فاتحة كل فص كده بإيديكي أو بالسكينة عشان خاطر يطلع الطعم بتاعه. وكمان شوية من ورق اللورا. وبعد كده بعد ما ادينا اللحمه بتاعتنا صدمه، هنزل عليها بالميه السخنه، ولازم الميه تكون سخنه، ما ينفعش بميه بارده ابدا. وهنزل بطماطمايه مبشوره بتدي لون للشوربه حلوه قوي وطعم جميل. وكمان مكعب من مرقه الدجاج، طبعا ده اختياري، لو بتحبي تحطي مرقه دجاج في الاكل حطي، ما بتحبيش خلاص. وهنزل بقى بمعلقه صغيره من السكر. وبعد كده هغطي عليها لحد ما تاخد غلوه حلوه جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى اخلي النار وسط وهدي عليها علشان خاطر تستوي. اللحمة بقى على حسب نوعها هتاخد معاكي سوا مثلا ساعة ونص ساعتين، على حسب ما تستوي معاكي. انا هنا مش هسوي اللحمة بتاعتي تسوية كاملة، انا هخليها 3/4 سوا، فخدت معايا حوالي ساعة ونص كده زي ما انتوا شايفين. زبدة كده وفي منتهى الجمال، عشان انا لسه هحطها في الطبيخ. بعد كده جبت حلة بقى ونزلت بمعلقة كبيرة من السمنة، ونزلت ببصلاية حلوة وسط كده مقطعة مكعبات صغيرة. هنشوح بقى البصلاية بتاعتنا كده، بس انا مش عايزة لونها يغمق يعني، بصوا تبدأ بس ايه تصفر معايا، عشان يبقى برضو الاكلة خفيفة كده مش متسبكة قوي. زي ما انتوا شايفين دبلت معايا وبدأت تاخد معايا لون خفيف كده. هي كده بتبقى حلوة يعني، لما نسبكها قوي بتبقى تقيلة على المعدة. بعد كده بقى نزلت باللحمة وهنديها تشويحة برضو خفيفة كده مع البصلاية، تاخد من طعم البصلاية. وبعد كده هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا. بصوا بقى، انا اي طماطم للطبيخ لازم اكون ضربها كويس جدا ومصفياها من القشر، عشان القشر برضو بيعمل مشاكل لناس كتيرة جدا في معدتها، وبالذات بقى الناس اللي مريضة القولون. فنصفيها من القشر بتبقى صافية كده في منتهى الجمال. ونحط معلقة صغيرة من السكر، دي بتقلل من نسبة الحموضة. وبعد كده بقى بغطيها واسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك. بعد ما تسبكي زي ما انتوا شايفين كده، بنزل بمعلقة من الصلصة علشان خاطر كده يعزز اللون والطعم. وبعد كده بنزل بمكعب مرق الدجاج، وزي ما قلت لكم ده اختياري. وهبدأ بقى ابهرها برشة كده من الفلفل الاسود، ورشة من القرفة، ورشة من السبع بهارات. عايزه اقول لكم ان لازم تعودوا ولادكم على الطبيخ علشان خاطر يطلعوا بيحبوه، يعني على الاقل خالص مره واحده في الاسبوع لازم تطبخي، ان ما كانش مرتين تلاتة، وده المفروض اصلا. عشان انت لو عملتيش كده وبداتي تعملي اكلات سهله وسريعه زي ما بيحبوا طبعا، واستجبنا لرغباتهم، بانيه مكرونه مش عارفه ايه، هيطلعوا متعودين على الاكل ده ومش هيحبوا الطبيخ، مش هيبقوا حابين ان هم ياكلوا الطبيخ. لكن لما تعوديهم هيطلعوا يحبوا الطبيخ. ومفيش احلى فعلا من اكله كده يكون فيها طبيخ وخضار، وفايده الخضار بكل انواعه بقى، بسله كوسه جزر فاصوليا،
ايا كان انت بتطبخي ايه، فهو في فايدة كبيرة، احلى من الاكلات الكتيرة التانية اللي ملهاش اي لازمة ولا اي فايدة. واحنا صغيرين ما كناش بنحب الطبيخ زيهم كده بالظبط، بس اهالينا عودونا ان احنا ناكل طبيخ وناكل خضار، فلما كبرنا عرفنا ان ده كان فايدة لينا وحبيناه. يعني اللي ممكن مش بنحبه احنا صغيرين بنكبر نحبه مادام انت بتتعودي عليه من وانت صغيرة. عملنا ايه بقى؟ حطينا الشوربة على البسلة المقدار المناسب، وغطيتها وهديت عليها النار وسبتها تستوي. بعد كده بقى هنعمل شوية رز بالشعرية زي العسل. حطيت معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، لو بتحبي تعملي ميكس من الدهون، او ممكن زيت لوحده او سمنة لوحدها زي ما تحبي. وبعد كده بقى نزلت بالشعرية وحمرتها وخدت لون تحفة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نزلنا بالرز المصري المغسول كويس جدا ومصفيينه. وهنزل بقى بنص معلقة من الملح ورشة بسيطة قوي من الفلفل الاسود. بعد كده بقى بقلب الرز كويس جدا مع الملح والفلفل. انا بحب احط الملح في الاول، يعني مش بعد ما نحط المية، لا بحب احطه مع الرز عشان ياخد من طعمه كده. وابدا بقى اشوح لحد ما كل رزايه كده تخروش معايا وتتغلف بالماده الدهنيه عشان يطلع مفلفل وجميل. بعد كده بقى بنزل بالميه السخنه، ولازم الميه تبقى سخنه، ما ينفعش ابدا تنزلي بميه بارده. حابه تحطي مرقه حلوه قوي، بس انا عندي ما بيحبوش بالمرقه فبعملها لهم بالميه. كل كوبايه من الرز بتاخد كوبايه من الميه. بعد كده بيبقى على نار عاليه، اول ما يغلي بروح مغطيه ومخليه على نار وسط لحد ما الميه بتتشرب معايا زي ما انتوا شايفين كده. اول ما الميه بتتشرب معايا بروح مغطيه بقى، نغطي ونهدي النار خالص ونخليه يستوي براحته. هنا بقى البسله كانت استوت معايا وبقت زي العسل. انا من عشاق البسله، بحبها قوي. واول ما الشتا تبدا تهل علينا اكتر الاوقات بيبقى هو الطبيخ بتاعنا بسله، من الاكلات الشتويه الجميله كده. وكمان بقى عايزه اقول لكم ان رشه القرفه اللي احنا حطيناها كانت مديه طعم وريحه في منتهى الجمال. جربوها كده هتعجبكم جدا. طبعا احنا ما حطيناش ملح لان البسله من نوع الخضار اللي لو حطينا ملح ليه في الاول يجرمز. يعني ايه يجرمز؟ يعني ياخد سوا كتير جدا او يبقى صعب ان هو يستوي اصلا. فاخر حاجه بعد ما تستوي نظبطها الملح بتاعنا. كمان بقى هعمل شويه ملوخيه حلوين كده بالشوربه اللحمه. ما ينفعش يبقى عندنا الشوربه القمر دي والطعم اللي زي العسل ده وما نعملش بيه ملوخيه. شايفين بقى الملوخيه وجمالها وخضارها؟ وعشان بقى تبقى محتفظه باللون التحفه اللي انتوا شايفينه دوت وما تسقطش منك، لازم تنزليها في المرقه وهي سخنه. بعد كده بقى بتضربيها زي ما انتوا شايفين كويس قوي. وقبل ما تغلي كده الغلوه الكامله بنزل بالطشه بتاعتنا. ولو في اي ريم كده في الاول وانتي بتربيها شيليه كده بالكبشه، مش هيبقى في اي مشكله. طب بالله عليكم كده كلموني على الحلاوه اللي انتوا شايفينها وحركات المطاعم بقى، ان احنا نحطها في الطاسه بتاعه الطشه وبعد كده برجعها تاني. الحركه دي بتخلي ليها كده ايه سمك كده وعرق، بتعمل لها عرق كده بتبقى حلوه قوي. اوعوا تكونوا لحد دلوقتي ما عملتوش لايك ولا شير. انا متاكده ان انتوا بتحبوني وهتحطوا لايك دلوقتي وهتعملوا شير لحبايبكم. وتعالوا نصلي على النبي في الكومنتات، انا وانتم نكسب اجر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ده اللي هيشفع فيا وفيكم يا ولاد الحلال. هنا بقى خلاص كنا بنغرف الغدا بتاعنا، وزي ما انتوا شايفين الرز في منتهى الجمال مفلفل، والله يتاكل لوحده من كتر الجمال بتاعه. والبسله بتاعتنا باللحمه وشويه الملوخيه. طبعا كان نفسي اعمل بتنجان مخلل بس ما كانش عندي بتنجان، فكان عندي خيار مخللاه زي ما انتوا شايفين كده تحفه ومقرمش. هنزل لكم الوصفه بتاعته بامر الله. البسله طعمها حكايه وهم بجد، والملوخيه والحمد لله على كل حال. ولو هناكل الاكل ده تاني يوم واللحمه خلصت مفيش مشكله خالص ان احنا ناكله من غير لحمه. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان اللايك ده بيرفع الفيديو بيخليه يتشاف لاكبر عدد. واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه نوع الخضار اللي بتحبوه في الطبيخ، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم جدا في الله. مع السلامه.